دلوقتي طالما عانى الأمرين في العصر السابق. يمكن اتحكم عليه بالحبس حوالي 6 سنوات متفرقة، آخر سنتين منهم كانوا بالمصادفة ابتدأ الحكم فيهم في 11 فبراير 2009، وفي 11 فبراير 2011 كان تنحي الرئيس مبارك. كتب الكثير من المقالات السياسية منددا بحكم الرئيس مبارك، منها مقالة قال فيها مبارك صهيوني، كما كتب الكثير من المقالات السياسية الأخرى ضد السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية السابق. معنا ومع حضراتكم وبنقول له الحمد لله على السلامة الأستاذ مجدي أحمد حسين، الناشط السياسي والأمين العام لحزب العمل المجمد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وحمد لله على السلامة. نقول كفارة. الحمد لله. الحمد لله. بس احنا خرجنا من الفريزر، ما بقيناش مجمدين. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله على السلامة. هنحاول النهارده يا فندم نفتح مع حضرتك ملفات كتير قوي كانت مغلقه. حابه ان انا اتكلم مع حضرتك عن تجربتك داخل السجن، كمان يعني حابه بس في البدايه في ظل الظروف اللي احنا فيها، وحضرتك شايف مصر رايحه على فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، مصر رايحه على كل خير، رغم ان اليوم في مطبات جامده، اخبار مزعجه، عقبات كثيره، في اخبار مزعجه النهارده. لكن هذه يمكن كما كنا نتحدث منذ دقائق ان لكل ولاد مخاض. نعم. والمولود يعني بياتي مع دماء والام شديده للولاده والحمل والولاده. حملته امه وهنا على وهن. نعم. وفصاله في عامين. فالقرآن يعني بيشيد بالمرأة ودورها في تحمل آلام الحمل نفسه، فمش مجرد يوم الولادة أو لحظة الولادة. نعم. فاحنا عايزين نحرر أمة من 80 مليون استعبدت على مر التاريخ كثيرا، واخرهم هذه ال3 عقود الأخيرة. أنا بقول مصر ما كانش فيها حرية حقيقية منذ حريق القاهرة يوم 26 يناير 1952. عندما أعلنت الأحكام العرفية بمناسبة حريق القاهرة. نعم. وتم وقف الأحزاب وتجميدها والغيت الحريات. نعم. السياسية في آخر 6 شهور من العهد الملكي. منذ ذلك اليوم، نتيجة أن الثورة الشعبية استكملت بانقلاب عسكري. نعم. وأنا بعتبر الانقلاب العسكري جزء من الثورة اللي كانت موجودة سنة 51. أنا بعتبرها ثورة 51-52، بسميها أنا كده بشكل خاص. استمرارية. أيوة، لا هي حركة، هي موجة واحدة. نعم. انتهت نتيجة الأحكام العرفية أدت في النهاية لثورة. فقام الانقلاب الذي كان فيه كل الأطياف الأمة. نعم. اللي هي الإخوان ومصر الفتاة واليسار. وفي الغير منتمي. فده اللي أدى لأن ثورة 52 ما تاخدش شكل ازدهار الديمقراطي رغم وطنيتها. نعم. يمكن ثورة 52 على عكس ثورة 25 يناير ابتداها الجيش وانضم إليها الشعب. إنما هنا الشعب اللي ابتدى والجيش سنده. مظبوط. المرة دي بقى ثورة من الأعماق. مظبوط. يمكن ثورة 19 العظيمة كانت ضد الاحتلال. وإن طالبت بالدستور وانتزعت لنا الحريات، لكن هذه ثورة من العمق. يمكن شفنا فيها أستاذ مجدي ملحمة جميلة جدا في ميدان التحرير كرمز، وفي كل ربوع مصرنا الحبيبة. بس للأسف الشديد بعد كده بنلاقي الناس بتحاول تركب الموجة، بنلاقي طابور خامس مضاد للثورة ومناوئ للنظام القديم بيحاول يعمل قلاقل، بيحاول يعمل فتنة طائفية، بيحاول يعمل الدوشة واللغط اللي احنا عايشين فيه. نخرج من هذه المرحلة اللي فيها عدم توازن ازاي؟ انا بس كنت عايز اكمل ان منذ هذا الحريق مصر ما شافتش، الشعب ما شافش حرية. فمن هنا هذا التفجر الذي حدث يعني مكسب لا يقدر بثمن. بالظبط. والقوى المناوئة التي تتحدث عنها هذا طبيعي. في ناس بتتحدث عن ثورة مضادة. أنا رأيي الموضوع ليس بهذا، لا يرتقي إلى هذا المصطلح الخطير والمخيف. لكن هذه فلول النظام تدافع عن أنفسها. المصالح التي تباد بتدافع عن أنفسها وهي مسلحة بالمال. مسلحة بالمعلومات. حتى أجهزة أمن الدولة
وإن أخذت مقرتها، ولكن الأفراد معظمهم خارج السجون، فما لا نعلم كيف يتأمرون الآن من بعضهم هارب على فكرة. الأصابع الخفية اللي وراء هذه الفتن يا فندم، وجهة نظر حضرتك انهم من النظام السابق ولا أكيد. من أجهزة مخابرات ولا منين؟ الأجهزة الأمنية وزائد الحزب الوطني الذي يجب أن يحل الحقيقة. الحزب الوطني هو أصلا تركيبته مع البلطجية، يعني أساسا وبيستعين بيهم تركيبة عضوية مش مسألة طارئة، استخدمت في كل المراحل، استخدمت في الانتخابات، استخدمت لما عملنا مظاهرات ضد مبارك في كفاية، ضربونا البلطجية ضربونا. نعم. كل دي كانت إرهاصات لثورة 25 يناير المجيدة. كل دي تعتبر مقدمات مشرفة. طبعا ما هو مش صحيح ان الثورة جاءت مفاجئة يعني. أيوة. في ناس كتير جهدت واتحبست وسحلت، لكنها جاءت إلى حد ما مبكرة عن ترتيبات النظام السابق. مظبوط. كنا بنقول ان مش عايزين نضيع وقت. طب هتقول لي ايه الحل؟ أيوة. التباطؤ في الاجراءات. نخرج ازاي من المطبات دي؟ التباطؤ في الاجراءات أيوة. هو اللي بيزود فترة الآلام وفترة المخاض. يعني لو كنا جبنا واحد زي عصام شرف من الأول كان أحسن، خصوصا مش هنبكي على اللبن المسكوب. أيوة. أحد ما كان نقعد 3 أسابيع في عمنا شفيق. نعم. كنا خلصنا من عمنا شفيق وجبنا واحد بمستوى عصام كان أحسن. أيوة. حل امن الدوله لو كان حصل بدري كان احسن، وتغيير الوجوه القديمه من الوزراء لازم على طول. لحد دلوقتي مثلا المؤسسات القوميه لسه قاعدين، انا مش فاهم يعني قاعدين بيعملوا ايه. أيوة. ما فيش اي تطهير في المؤسسات القوميه. البطء في الاجراءات هو اللي انا اضرب لك مثلا الحزب الحاكم. لسه انا النهارده قاري خبر ان الحزب الحاكم اظن في تونس تم حله نهائيا بقرار محكمه. مظبوط. اذا ما هم ده اللي عملوا البلطجه، نفس القصه. عملوا البلطجه في تونس، نفس السيناريوهات. احنا هنقعد نسيب الحزب الوطني يموت في الناس ويشرح في الناس ويعمل لنا فتن طائفيه؟ أيوة. وبعدين نحله كمان شهرين بعد ما تكون جرت دماء والنهارده في ضحايا. احنا لسه بنقول عايزين نقوم ونبتدي نقف ونبتدي نتحرك عشان نقوم البلد. المعدلات سرعه الاداء احسن. اصل ما دام انت عارف الداء فين، انت عارف ان في ورم هنا على طول البتر. ايوه. فتتأجر خلاص. مشرط الجراح لازم يشتغل على طول. ما فيش بتر يبقى الخليه السرطانيه الخلايا هتنتشر. نعم. انت عارف فين مكمن الخطر ده، انا عارفهم بالاسم. يعني الاستاذ شفيق السابق ده، مش عايز اهاجم رئيس وزراء خلاص بقى سابق، لكن بقول انا ما اعرفهمش. اذا كنت انا العبد الفقير لله انا عارفهم، اللي هم عارفهم من اول حسني مبارك لحد جمال لحد صفوت لحد البلطجيه، اجيب لك اساميهم في الاحياء. ما حضرتك كان لك كثير من الكتابات في هذا السياق، وبرضه من الحاجات التي ادت الى تفجر هذه الثوره. عايز اعرف يوم 25 يناير حضرتك سمعت الخبر ازاي؟ كنت يمكن لسه في المعتقل ساعتها. لا انا كانت زياراتي في الاخر بعد كثير من الشد والجذب، كانت زياراتي الاسريه كل اسبوع. ايوه. كنت اعالج علاج طبيعي في القصر العيني، يعني كنت عندي ازمه شديده في العمود الفقري. كان علاج مزعج لاني بركب عربيه ترحيلات ومرتين في الاسبوع، وكان ممكن اروح 3. قلت لهم لا كفايه مرتين، عذاب. هي نفسها ركوب العربيه الترحيلات عذاب حتى على مستوى العمود الفقري يعني. شيء مؤلم طبعا. فبس كنت بروح اساسا عشان اقابل بعض اعضاء الحزب. نعم. وزوجتي بتجيلي حزب العمل. حزب العمل. حزب العمل. نعم. واختي زوجتي بتجيلي مره في الاسبوع. ايوه. وبالتالي كان عندي 3 ايام في الاسبوع اتواصل مع الخارج. أيوة. فانا ما كنتش بتفرج على 25 يناير. انا كتبت البيان نزل باسم حزب العمل بيحض على الاول. جالي ضياء الصاوي امين شباب حزب العمل وقال لي في مجموعه خالد السعيد قبل 25 يناير داعيه لتجمع قدام وزاره الداخليه. أيوة. يوم 25. قلت له فكره هايله، ولكن ما فيش داعي تروح وزاره الداخليه لان ده استفزاز. ابداوا في اماكن اخرى وخلوا وزاره الداخليه في الاخر. تمام. ما تبداوش بيه، انتشروا في عده اماكن. ما بقدرش اقول له تفاصيل اكتر من كده. ايوه. وده والحقيقه هم اتفقوا على كده. نعم. عملوه في عده اماكن ووصلنا للداخليه في 4 أو 5 يوم. تمام. واللي حصل مجزره الرصاص. النصايح. وايضا يا اما معاه او مع الدكتوره مش فاكر، دكتوره نجلاء زوجتي نجلاء الأليوبي امين عام مساعد الحزب. أيوة. كتبت البيان الاول ادعو فيه للثوره. نعم. فلتكن. وكتبت انا قبل كده بيان سابق باسم حزب العمل. انا قاعد فاضي، كنت الاول ما بكتبش بيانات.
ايوه على اساس ان انا مسجون بقى. انا عارف ان حضرتك كنت قاعد في عنبر بقى لوحدك وقاعد تكتب وفي هدوء ومعايا قطه وده كان من الاشياء المفروض ان هم بيعاقبوك بيها، لكن حضرتك استغلتها في كتاباتك وفي قراءاتك. لا كانت فتره بالنسبه لي ثريه جدا. والقطه والاربع عصافير دول من هناك من عندهم؟ لا ميري. القطه اسمها ايه؟ تبع الداخليه. المهم العصافير ما تفكرنيش بقى عشان دماغي. ما تكونش العصافير بس متسلطه علينا ولا حاجه. والله كانوا بيخشوا عليا الزنزانه لما بتتفتح، الله اعلم كانوا بيصحوني من النوم ولا عصافير تبع. انا عاوزه بس اسال حضرتك بس كنت عايز اكمل الحته دي، حته البيان. فانا كتبت بيان معاها، قلت قبليه كان في بيان اخر ان انا في الاول كنت عايز اغرق في العباده والصلاه واللي بره فيهم الخير والبركه. تمام. فلقيت ان انا قاعد فاضي وعيب عليا استغل وقتي واكتب مقالات سياسيه، ساعات باسمي وساعات مش باسمي. ايوه عشان كنت مش عارف كان رد الفعل هيكون ايه. مقالات سياسيه حضرتك كنت بتنشرها على النت. موقع حزب العمل. فالاول بيان كان على المظاهره الاحتجاجيه، مش فاكر كانت يوم كام، 12 ديسمبر مش فاكر. كانت على الاحتجاج على تزوير الانتخابات، فدعيت فيها للثوره. وليكن هذا اليوم اللي بعد ما حصل بقى في الانتخابات من تزوير شبه يعني كامل ونهائي 97%. دي القشه التي قسمت ظهر البعير. وانا رايي ان ده كان المسمار الاخير في انعاش النظام. قلت فلندعو للثوره، وفعلا كانت مظاهره كبيره. وايضا انا كتبت البيان اللي دعيت فيه للثوره في 25 يناير. تمام. وفي يوم 24 يناير هم عملوا اخواننا في الحزب عملوا مؤتمر في نقابه الصحفيين وقالوا غدا ستقوم الثوره. تمام. انت كنت عايزه تسالي على القطه؟ لا هسأل على القطة بس كمان شوية. يعني حضرتك اتعرضت في كتبك أو كتاباتك في السابق للنظام السابق بقوة. تعرضت للرئيس مبارك، الرئيس السابق مبارك، كتبت عنه مبارك الصهيوني. كمان تعرضت لحرمه سوزان مبارك بأنك قلت إنها أخطر من جيهان السادات، وان هي هيكون ليها يعني شأن كبير في شؤون الدولة. حابة حضرتك تكلمني باستفاضة عن كتاباتك عن النظام السابق. نعم. ده كان على النت يا استاذ مجدي؟ كان على النت لان الجريده اتقفلت بدون وجه حق. بس الحمد لله رجعت بقى، والاصدار الجديد هينزل رجعت بقوه الثوره. لكن لسه اهرام مش عايز يوزعها لحد دلوقتي. تنقح ان شاء الله وتتظبط، وهيبقى في اداره جديده للاهرام. يعني يمكن حضرتك كنت بتكتب عن النظام السابق في الوقت اللي ما كانش حد بيقدر يتعرض لحسني مبارك او لاسرته، فكنت بتكتب وبقوه في الموضوع ده. فحوى المقالات دي. فحوى المقالات. انا كنت الحقيقه واخد الموضوع، وكان لسه النت برضو في اولها. ما كانتش انتشرت قوي زي دلوقتي سنه 2002 لما بدات. لدرجه اول مره كتبت 2002 وطالب باستقاله حسني مبارك لموقفه المخزي من احداث جنين. انا بدات بالاوضاع الخارجيه ودخلت على الداخليه. لان يعني ما يصحش ان جنين تحطم والضفه الغربيه تدمر وغزه تدمر وما فيش خطوه واحده. يعني تعاطف انساني يسميه اي حاجه، بلاش العروبه والاسلام، اي حاجه يعني تحت اي بند من البنود كان يجب وقف مثلا طائرات العال اي حاجه يعني. فالمهم طالبت باستقالته. فواحد قابلني من حبايبنا الحلوين وقال لي هو انت فاكر انت تدعي مبارك الاستقاله وانت فاكر مبارك بيقرا الانترنت؟ مش بتشوف لك حاجه مفيده تعملها يا ابني. هو فاكر الشعب بيقرا الانترنت؟ فطبعا الانترنت بدا يزيد لما وصل ل 17 او 19 مليون مستخدم، لكن انا اعتبرته ده واجب وطني وديني. ولو لم يكن هذا ما فعلته، لو لم يكن جهادا في سبيل الله ما فعلته، لاني كنت اعلم المخاطر وكنت عارف ان انا محصله ده استاذ مجدي الحمد لله مش الثوره المباركه من